مستمع راديو عيش حياتك، اجمع طالعين هوا. عيش حياتك مع النجوم على تليفون 2 401 75 70. راديو عيش حياتك، راديو النجوم. 3 2 1 on air. ودلوقتي جه ميعادنا مع الكابتن محمد إبراهيم وعيشها كورة. راديو عيش حياتك. مساء الخير ومساء الفل على احلى واجمل مستمعين راديو عيش حياتك، مع محمد ابراهيم، وعلى مدار ساعه من دلوقتي وبرنامج عيشها كوره. منذ قليل انتهت بعض نتائج الدوري الممتاز، هنقولها ونتكلم عنها، ونتكلم عن نتائج الدوري الفرق المصريه في الدوريات الافريقيه، وبعد كده نستقبل ضيفنا النهارده اللي مشرفنا ومنورنا الكابتن محمود صادق، لاعب نادي المقاولون العرب السابق ومدرب ناشئين بنادي المقاولون. سريعا كده ندخل على النتائج. الرجاء يتعادل مع وادي دجله 1-1، والجيش بيفوز على مصر المقاصة 2-0، والمقاولون يفوز في الدقائق الأخيرة على بتروجيت 3-2، والنصر يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق، أما الأسيوطي يخسر على ملعبه أمام إنبي بنتيجة 2-4، والإسماعيلي والشرطة أخيرا بيتعادل بنتيجة 1-1 في الإسماعيلية. وكده الإسماعيلي مازال بيحافظ على الفرق الأكثر تعادلا في الدوري الممتاز، هيعمل رقم كبير الموسم ده. عندنا بكرة إن شاء الله في 3 مباريات. الداخلية هيقابل المصري، والنادي الأهلي هيقابل دمنهور، وأخيرا الزمالك هيقابل الاتحاد السكندري الساعة 6. ده بخصوص الدوري المصري، وهيكون لنا إن شاء الله الحلقة الجاية تحليل شامل ليه. أما في البطولات الإفريقية يعني نتائج كانت مخيبة للأمال ومخيبة للجماهير المصرية، بهزيمتين للنادي الأهلي ونادي سموحة في دوري الأبطال. النادي الأهلي يخسر خارج ملعبه في الدقيقة الأخيرة بهدف محسن ياجور ب1-0، والماتش العودة هيكون صعب شوية. ونادي سموحة أيضا يخسر أمام ليوبار بضربة جزاء مشكوك في صحتها بنسبة كبيرة جدا، وألغى هدف لنادي سموحة للاعب ياسر إبراهيم. يعني الإداري بتاع نادي سموحة أخرج وأقصى من الهدف صحيح 100%، الهدف ألغى بداعي التسلل. ونادي الزمالك على ملعبه يعني كان كاب قوسين أو أدنى أن هو يخسر أيضا من نادي الفتح، لكنه يتعادل بأداء ما كانش مرضي لطموح ولا لجماهير نادي الزمالك. وكده المؤامرات بتكون صعبة في مباراة العودة، لأن المباراة هتكون صعبة جدا. بكده نطلع فاصل صغير، بس قبل ما نطلع فاصل عايزين ننبه، عندنا سؤال: هل تتوقع استمرار جريدو مع النادي الأهلي في هذا الموسم، ولا انت شايف ان ممكن جريدو اداره النادي الاهلي فتحت ان هي ممكن يرحل او لا يرحل؟ قول لنا رايك او كلمنا على 2 401 75 70. نطلع فاصل صغير ونستقبل ضيفنا الكابتن محمود صادق، لاعب نادي المقاولون العرب ومدرب الحالي لناشئين المقاولون العرب.
عايشينها كورة مع الكابتن محمد إبراهيم. اهلا وسهلا بيكم مره تانية، ورجعنا تاني ومعانا ضيفنا النهارده. بنرحب بيك كابتن محمود صادق. اهلا وسهلا بيك كابتن محمود. اهلا بك كابتن محمد، نورنا في الاستوديو كابتن محمود. الله يخليك كابتن محمد. كابتن محمود صادق لاعب نادي المقاولين من ناشئين نادي المقاولين العرب، وحاليا مدرب لفريق 17 سنه المقاولين العرب. 98 16 سنه. 16 98 16 سنه. طب كلمنا الاول كده، يعني الاول قبل يعني انت ايه رايك في النتائج بتاعت الفرق المصريه في الدوريات الافريقيه قبل ما ندخل على الناشئين؟ والله زي ما انت قلت النتائج مخيبه للاعمال الجماهيريه المصريه. بالنسبه لمباراه الاهلي يعني من اصعب النتائج اللي هي 1-0 دي. يعني انت بتيجي هنا عشان تكسب لازم تكسب 2. اي جون بيخش تفتح الملعب. اي جون بيخش فيك بتبقى مشكله صعب. كبيره مشكله كبيره جدا. مع الكلام ده كمان لو فرقه مش كويسه، انما فرقه وعندها السرعات بتاعت محسن دبور. فرقه كويسه. فرقه المغرب التطواني فرقه من الفرق كويسه، يعني هيبقى صعب على الاهلي الماتش الثاني. طب احنا عايزين بقى نتكلم على سؤال حلقتنا النهارده. انت رايك في جريدو هيكمل ولا او انت مع ان هو يكمل؟ والله يعني اللي عودنا اداره نادي الاهلي ان هي ما بتعملش المدرب بالقطعه. تمام. بتعامل المدرب بالموسم. بعد الموسم انا متهيألي ان اداره الاهلي هتنتظر لاخر الموسم. قيل النهارده ان اداره النادي الاهلي بدات تستجيب للجماهير وان هم يفتحوا. يبقى ده تحت الضغط الجماهيري، ان هو طبعا الاهلي بيلعب طبعا على بطوله. انت ايه رايك في الاداء؟ انت كمدرب كده رايك في اداء النادي الاهلي؟ مفيش شكل. مفيش مفيش شكل النادي الاهلي خالص. ده امكانيات فرديه للاعبين بس، انما مفيش شكل، مفيش تشكيل ثابت، مفيش تشكيل. يعني انت مع انت مع ولا ضد ان هو يكمل؟ لا انا مع تغيير. ان الاهلي نادي كبير، نادي بيلعب على بطوله. ما ينفعش استنى على مدرب هيضيع مني بطوله. يعني انت شايف لو في جه مدرب جديد في الوقت القليل ده هيلحق يعمل حاجه؟ لا مش مدرب جديد. في مدرب قام بالمهمه دي قبل كده، كابتن فتحي مبروك. يستعينوا بيه بالفتره القليله دي، وهو عارف اللعيبه كويس جدا وتعامل معاهم قبل كده، وخد معاهم بطوله الدوري السنه اللي فاتت. هو المرشح اللي يعتبر الوحيد دلوقتي، انما كمدرب يجي جديد لا هيبقى صعب. هتبقى صعب. كابتن محمود، ندخل بقى على الناشئين. اتكلمنا الاول على فريق 16 سنه بتاعك ونادي المقاولين، واخبار الناشئين في نادي المقاولين ايه؟ لا ان السنه دي من انجح المواسم بالنسبه لقطاع الناشئين في نادي المقاولين. قطاع الناشئين كله. قطاع الناشئين كله. يعني احنا السنه دي لاول مره بناخد 4 بطولات، مع ان في 3 ما كملوش. 4 يعني خدنا المواليد 2005 9 سنين، خدنا المواليد 2002، خدنا مواليد 2001. لسه اخيرا امبارح كسبين انبي في بطوله الصفوه 99 مواليد 99 15 سنه واخدين البطوله. غير بقى ان في 3 مسابقات بتوع الجمهوريه 98 اللي هي فرقتنا مع ال7 مع ال5 ما كملوش الدوري. طب انت بمناسبه الموضوع دوت، انت عرفت النادي الاهلي مش هيلعب ماتشاته بتاعت الناشئين بتاعت 97 و 95. الاهلي يعني السنه دي بعيد. هو فريق 97 لو هو ما انا بقول لك لسه بقول لك الاهلي ما بيتعاملش بالقطعه. الاهلي بيتعامل كمجموعه. 97 هياخد دوري. عنده هو ماشي اول هياخد دوري. انما لو كسب ال3 مؤجلات ال5 وال8 لو كسب المؤجلات كلها مش هياخد بطوله. هيبقى فرق نقطتين عن انبي بالظبط. بالنسبه لل 95 بالنسبه لل 98 الاهلي بعيد كل البعد عن المنافسه عن البطوله، لان الزمالك كان فارق عنه. لا هو عامه الاهلي اعترض لسبب، لان هم ده مش دوري. نعم مش دوري، ده دوري. قال لك احنا بعد ما هناخد الدور الاولاني هنجمع. احنا كنادي المقاولين بالنسبه لنا برضه 16 سنه اعترضنا، لان انا لعبت كل الماتشات الجامده بره. نفس المشكله عند النادي الاهلي بالظبط. يعني انا لعبت انبي بره، لعبت الزمالك بره، لعبت مش وادي دجله بره، ودول اللي بينافسوني ودول جايين لي على ملعبي. مفيش حاجه اسمها دوري دور واحد. عشان كده اعترض النادي الاهلي وهدد ان هو مش هيكمل المسابقات. هو فعلا هم ما كملش، واكيد مش هيلعب خلاص. انسحب من ماتش انبي بتاع بالظبط. الماتشين كانوا المفروض اليومين اللي جايين دول يوم السبت الماتشين مش هيتلعبوا. كان ال 95 هيلاعب انبي والاهلي كان هيلاعب في 97 سموحه، وطلعوا ان هم ينسحبوا من المباراه. طب انا شايف ان في مشاكل في يعني في ترتيب الدوريات بتاعه الناشئين. يعني انا شايف في مشكله كده هو في تخبط من الاول، بعيد عن اللي حصل في ماتش الزمالك وانبي اللي حصل فيه المشكله دوت. في تخبط من الاول. يعني انت كمدرب لازم تعرف بدايه ونهايه الموسم.
تمام. احنا عندنا الموسم بيبدا فجاه وبينتهي فجاه. انت ما بتعرفش تحط برنامج. مم. تيجي مثلا يقول لك احنا هنبدا في شهر 11، طب كام 11 ما اعرفش، شويه يقول لك لا احنا اجلنا عشان مدارس امتحانات مش عارف، لا ما فيش نظام. طب ده بيبقى بسبب اتحاد الكوره طبعا. طبعا بسبب اتحاد الكوره، احنا تبع اتحاد الكوره، احنا مش تبع منطقه، يعني الجمهوريه دول عشان اتحاد الجمهوريه كوره. انا فاهم. طب كابتن محمود سعد مسك في تغيير شويه لا في ما الموضوع كابتن ولا؟ الدكتور محمود سعد من الناس المحترمه المنظمه اللي حضرتنا في كذا دوره، الدوره السي والدوره البي. انا متهيألي على ايده الامور هتبقى احسن كتير. يعني في تفاؤل يعني احنا متهيألي الدكتور محمود سعد يبقى الامور هتبقى فيها نظام احسن من السنين اللي فاتت ديت. احسن من، انا عايز اقول لك كان في برضه مشكله كده اخد رايك فيها. الكابتن فاروق جعفر لما كان ماسك المدير الفني لاتحاد الكوره لغى ال 94 93 94. وبعدين الاربعه دي كانت. لغى. انت ايه رايك في القرار ده عامه؟ بص انا هقول لك على حاجه بصراحه كده لا هو بصراحه مم. ان اللاعب اللي يوصل 19 سنه وما بيلعبش درجه اولى، مم. بس مفيش حاجه اسمها ناشئين 19 او 20 سنه. يعني انا ايه، القرار ده ليه سلبيات وليه ايجابيات. انت لا وصلت 19 سنه في ناديك ولسه بتلعب في مرحله الناشئين، لا انت لازم تدور على مكان تلعب فيه درجه اولى. خلاص انت وصلت مرحله لازم تلعب درجه اولى خلاص. انما القرار ده يعني سلبياته ان قعد حوالي مجموعه كبيره جدا من ان القرار تاخد متاخر، حتى الولاد ما لحقوش يروحوا حته. دي بقى النقطه اللي اقول لك عليها. انت عارف لو انت كنت قبلها يعني مديهم رياكشن ان خلاص الموضوع من زي دلوقتي هيشوف نادي. يعني دلوقتي لو انت هتلغي 95 السنه الجايه قول من دلوقتي بالظبط. لكن هم بيلغوا قبلها بوقت يعني خلاص قليل جدا، تكون فتره اعداد عدت مش عارف ايه، ما تقدرش تظبط نفسها في انديه ثانيه. لكن هي عامه الدنيا بتبقى متلخبطه في حته ان القرار. لا انا عايز اسال اجابه يعني. انت ايه رايك في ان هي اتلغى فريق ال 93 ولا 94 ده؟ انت شايفه حاجه يعني مثلا عاديه ولا شايفه ان هو سوء اداره للقرار؟ انا زي ما قلت لك ان القرار ده ليه سلبيته وليه ايجابياته، بس هو يعني لازم كانت تلعب مسابقه 93 على الاقل، 94 على الاقل. يعني نقول 3 الثلاثه كمان الاربعه بالظبط. طب انت ايه رايك في الاتحاد المصري عامه، اداره الاتحاد المصري لكره القدم كلها على مستوى من بدايه من الناشئين لحد هنقول فريق الاولمبي؟ كده الناس كلها عارفه الفريق الاول. بس بالنسبه للاتحاد المصري انا شايف ان هو جه في وقت صعب قوي في الكره المصريه. الاتحاد ده لا جاي في وقت صعب. غير كده مش سيد قراره. امال مين سيد قراره؟ مش بمعنى اللي هو ياخد قرار وينفذه، في تخبط في القرارات. يعني سامعين من كواليس كده ان يدور الاتحاد من الكابتن هاني ابو ريده. هو اللي بيدير الاتحاد. في تخبط كبير قوي في قرارات اتحاد الكوره. يعني زي ما بقول لك دلوقتي انت لحد اخر وقت جمهوريه، لا مش جمهوريه، لا منطقه، لا تلعبوا جمهوريه. اللي حصل بالنسبه لماتش الزمالك والانبي يتحمل برضو منه نسبه كبيره للاتحاد المصري. مفيش حد طلع. الاتحاد عامة اصل بص الموضوع يعني بيبقى صغير وبيكبر وهما بيبداوا ينتبهوا ليه لما يكبر. قبل مباراة الانبي كان كل بينادي ما بين الاهلي والزمالك ما كان ممنوع دخول جماهير. كان في 1000 واحد موجود من جمهور الزمالك ما اخدتش قرار بالظبط. فصعب ان انت في السهل يعني. لا وفي الوقت ان كل اعضاء مجلس اداره تطلع تنادي برجوع الجماهير والاعلام وكله، وفي الاخر كله يهرب من يقول لك انا ما قلناش، احنا كنا لازم ناخد القرار ده نتاخر فيه شويه. يعني لغتنا والفزوره يعني انت منين كنت عايز الجماهير تخش وانت مش منظم اصلا الجماهير هتخش ازاي؟ وكان في كلام على رئيس نادي الزمالك واداره نادي الزمالك ان هم اعلنوا ان الدخول مجانا واعلنوا توزيع التذاكر كان في 5000 تذكره واعلن لا هم كانوا 10000. الاستاذ منصور قال لك هنخلي في منهم 5000 دعاوي و5000 تذاكر. فعملت برضو موضوع تخبط يعني. وكان في عندي كمان ما بين اداره نادي الزمالك والجماهير او الالتراس على وجه خاص، فده اللي ادى لكبر المشكله يعني. طب انا عايز برضو يعني قبل ما اطلع فاصل اسالك سؤال وجاوبني عليه بعد الفاصل. ليه لما الدوري بيقف على مستوى الانديه يعني انا عايز اسال سؤال، ليه الناشئين كمان بتوقف؟ مع ان يعني دوريات الناشئين بعيده كل البعد عن ما يحدث او ما يحصل زي النادي الاهلي او نادي الزمالك والانديه الكبيره او الدوري الممتاز ملوش علاقه خالص بدوري الناشئين. فهطلع فاصل واول ما نرجع تجاوبنا على السؤال ده. فاصل ونرجع تاني.
عايشينها كورة مع الكابتن محمد. ورجعنا تاني ومكملين عيشها كورة مع محمد إبراهيم. ويا ريت ما تنسوش تجاوبونا على سؤال حلقتنا النهاردة: هل أنت تتوقع استمرار جريدو مع النادي الأهلي ولا لا؟ ويا ريت تكلمونا على 2401 75 70 أو ابعتوا لنا على الفان بيج بتاعنا راديو عيش حياتك، أو الويب سايت بتاعنا، أو على بيج بتاعنا عيشها كورة على الفيسبوك. معانا كابتن محمود صادق مدرب الناشئين فريق 16 سنة المقاولين العرب، وهيجاوبنا على سؤال: ليه المدربين ما بتناقشوش حتى حد ان الدوري توقف اوكي بس الناشئين يتلعب؟ احنا اتكلمنا في الموضوع دوت كتير عندنا في النادي، ان كان لازم ان دوري الناشئين يتلعب لانه منفصل خالص عن الدوري الدرجه الاولى، يعني الدوري الممتاز. بس هو احتراما للضحايا ماتش الزمالك وانبي اضطر ان احنا نقف، وخوفا برضه من اوردرز ان هو كان ممكن يحمل مشكله في اي ماتش ناشئين، مع ان كان في المطوشه بتتعمل في الانديه مسؤوله عن امن الماتشات ديت، بتبقى العدد محدود جدا في اللي بيشوف اولياء امور اولياء امور كناشئين كمان ممكن الموضوع يتعمل حتى لو في دوره زي يعني ملعب معين ده بيتعمل في البراعم، زي الاهلي بيستضيف مسابقات، المقاولين بيستضيف مسابقات، الموضوع هيبقى سهل الكنترول عليه. بالتالي ده كان البراعم على الاقل كان لازم يتنام، على الاقل ان هم فعلا مجمعين. انا بشوف مباريات اللي هي الناشئين اللي هم 9 سنين وكمان بتوقف برضه، كله توقف حتى دوري الشركات النشاط كان كله طب ما هو ده غلط، ده بيأثر على ناشئ. انا كناشئ ببقى محتاج طبعا، حتى لو ما رجعت انت ما كملتش دوري لانه ما عندكش وقت، انت زنقت نفسك في امتحانات لعيبه، فاضطريت تعمل مسابقه غريبه جدا، كاس اللي هي دور واحد دي. مش دور واحد، عملوا كاس وعملوا قرعه والمغلوب بره على طول. دي يعني بطوله دي مع لغوا خدوا نتائج الدور الاول وتعتبر المسابقات ملغيه وعملوا كاس. المقاولين لما خد 2005 دي كان كاس، لعب في النهائي انبي، لما 2002 كان بيلعب في النهائي الشرطه. يعني هم مش هياخدوا مثلا، لا خلاص ده اتلغى النظام ان انت تاخد الدور الاول ان يبقى بطل، ده مش موجود. هم عملوا نظام كاس عشان الحفل الختامي بتاع منطقه القاهره يقدر يوزعوا جوائز على الكاس بقى ككاس يعني. اول وثاني. بس انا اللي سمعته امبارح ان هم هياخدوا نتائج الدور الاول. لا بالنسبه للبراعم اتعمل كاس، بالنسبه للجمهوريه الجمهوريه دور اول، هيبقى دور اول. ده هو كان اعتراض الاهلي على كده. يعني عندي مطوشه لسه، انا عندي 22 ماتش، عندي لسه 9 ماتشات. ما هي هنا اختلفت سياسه او يعني اتعدمت سياسه التكافؤ فرص اللي انا بالظبط. يعني المسابقات ال 95 وال 97 لسه 19 ماتش. معلش عندي سؤال، اللي هو انت بتاخد بره ملعبك 4 نقط ولا عندك في الجمهوريه بتبقى 3 بس في مسابقات بتبقى بره ملعبك بتاخد 4 نقط، في ملعبك في مسابقات دي بتبقى موجوده في الناشئين وفي مسابقات بي وفي مسابقات لا مفيش ناشئين اتلغت دي. مفيش 4 بونت والكلام ده، لان مسابقات البراعم اللي بتتلعب ديت مجمعه زي ما انا بقول لك. الاهلي كان واخد 2003 و2004، انبي كان واخد 2005، كان المقاولين واخد 2003 2002 وال 2001 وال 2000 دول ملعب كبير، ملعب 11 الماتش رايح وماتش جاي ذهاب وعوده. لكن انت برضو انت هتطبق عليك قاعده الموسم الواحد صح؟ الدور الواحد صح؟ الدور الواحد طبعا. طب وانت عامل فيها ايه دلوقتي؟ انا لحد اخر ماتشين كنت ماشي اول، خسرت ماتشين والنتائج كلها جنب بعض، نزلت خامس. كله جنب بعض. النتائج قريبه يعني. انت النتائج قريبه جدا يعني، انت لو كملت الدور الثاني وارد جدا تاخد بطوله. تمام. يعني بس فاضل كام ماتش في الدور الاول؟ الدور الاول خلاص خلصناه. خلاص كده خلص. خلاص كان اخر ماتش عندنا سموحه 3 اللي قبل اللي فات تعادلناه، وكان ده اخر ماتش بالنسبه لنا. فاضل ماتش متاجل الاهلي والزمالك ده لسه ما اتلعبش، وطبعا بعت لنا فاكس عشان تعرف بس التفضل، بس بعت لنا فاكس ان المسابقه هتتكمل. اتبعت لكم فاكس ان المسابقه دي هتتكمل حتى لو بعد الامتحانات تخلص ممكن نكمل بعدين. ما اعرفش ده كان ترضيه للاهلي والزمالك عشان يلعبوا بعد ما عرفوا ان الاهلي والزمالك هينسحبوا بسبب الدور الاول ديت. الاهلي لعب الماتش بتاعه والزمالك لعب، بعد كده وقف الدوري تاني.
انا بصراحه مش عارف يعني هم. هو برضو كان امبارح كان اعتراض النادي الاهلي ان هو جالهم ان هم يلعبوا مباراه بتليفون. داري من اتحاد الكوره اتصل في النادي الاهلي بتليفون. انتوا عندكم ماتش يوم السبت، الفريق 95 مع سموحه وفريق 97 زي 95 مع انبي و97 مع سموحه، ما راحوش. فحتى ما هم قالوا بعتوا لنا حتى فاكس ما بعتوش. وكابتن فتحي مبروك كان معترض تماما اصلا ان البطوله تتكمل بسياسه الدور الواحد. وانت بتقول لي ان هم يبعتوا لكم فاكس ان البطوله هتتكمل بس بعد الامتحانات. يعني بعدها بشهر تقريبا، صح؟ ما تعرفش بقى. كان لحد دلوقتي لسه ما حدش عارف حاجه. يعني لحد دلوقتي احنا بنتمرن لسه، مش عارفين ندي الولاد اجازه عشان امتحاناتهم ولا نكمل عشان في دوري. لا مش عارفين. طب مين المسؤول طبعا؟ يعني الاتحاد المفروض يحسمها. في دوري ما فيش دوري خلاص يبقى عارفين. الله غالب. طب انا بقى عايز، كنت عارف كده ساعات بتلاقي مواهب بتظهر في الناشئين ولاعيبه بتمشي كويس جدا وبتظهر وبتبقى مسمعه بلغه الكوره كده وفجاه لا، وممكن تظهر في الدرجه الاولى على فترات وفجاه تختفي تماما. يعني بتحس ان هي ما بقاش يعني كاداء كمان انت يعني بالبلد كده بتتحرق. ده بيكون بسبب ايه، او ازاي نتعامل مع النجوم ديت لما نلاقي عندنا لعيب نجم او لعيب ان هو قادر ان هو يكون لعيب كويس جدا ممكن يكون ليه مستقبل؟ بص، عشان احنا نتكلم كلام علمي، يبقى مش هنا في مصر. مش هنا في مصر. مش هنا في مصر. ليه بقى؟ ليه حاجات كتير قوي. انت عشان تقدر تعمل لعيب كويس في كذا جانب. الجانب البدني، جانب مهاري، جانب خططي، الجانب الفسيولوجي، التغذية. ده هنا مش موجود في مصر الحاجات دي. على الأقل انت لما تيجي تبدأ فترة إعدادك لازم تعمل قياسات للأولاد. على دور القياسات دي بتحدد ان ده تشتغل معاهم ازاي بالظبط. تحط برنامج. هل ده مقصر في السبرنتات القصيرة؟ هل مقصر في الغذاء بتاعه، عايز يتخن، عايز عضل يكمل، مش عارف ايه. هنا مش موجود في مصر. مفيش ولا نادي بيطبقه في مصر. ولا ممكن يكون في أندية؟ ممكن يكون مدربين كويسين أو شغالين في الحاجات دي كويس جدا، يعني بيشتغلوا بالنوع ده، بس لو عنده إمكانيات. وأغلبية الأندية هنا في مصر مفيش إمكانيات. يعني عندك المقاولين وإنبي والأهلي بس. والزمالك طبعا أنا بتكلم على القاهرة. هندخله بقى كجمهورية الزمالك والزمالك كده. انما بقيه الانديه تلاقي ملعب واحد في النادي كله، مش على كل المشين. عايز اقول لك ان في انديه مفيش كور وما عندهاش جيم. مفيش جيم، مفيش كور. ابسط حاجه يعني ومفيش كور. يعني ابسط حاجه للبرامج ده ان كل ولد يبقى معاه كوره. في انديه مفيش كور. في جاي لنا رساله من عبد المنعم ابراهيم، بعد بيقول بالنسبه لجريدو دماغه مش عارف ماشيه ازاي وهيودينا في داهيه وربنا يستر. هو على فكره في حاجات كتير على جريدو خلاص. بالنسبه لجريدو وبالنسبه للجمهور خلاص فقد الثقه في جريدو. فقد الثقه في جريدو. هو الراجل بيتكلم على مباراه العوده بيقول انا ما بحبش التشاؤم، والاهلي ونتيجه 1-0 دي نتيجه بسيطه وسهل ان احنا نتخطاها زي ما تخطينا كتير، لكن عندنا يا ريت ابعتوا لنا انتوا على الويب سايت او ابعتوا لنا على الفان بيج بتاعتنا، وهنتكلم في اخر الحلقه على كل الرسائل اللي هتجيلنا عن جريدو وعن سؤال الحلقه. انا عايز اقول لك نرجع تاني لسؤالنا. عايز اقول لك في حاجه كنت بشوفها في الناشئين، يعني لدرجه ان تبين الحته اللي انت بتتكلم فيها دي. انا كنت اعرف لعيبه بتتنقل من نادي لنادي بكور، يعني مش بمبلغ مالي، 5 كور 10 كور 20 بيتنقل بكور. ده نظرا لعدم وجود الامكانيات اللي ممكن تاهل لعيب. بس انت قلت لي اللعيب ممكن احنا بنطوره بدنيا وخططيا. في حاجه بقى نفسي المدربين يركزوا عليها، ايه الثقافه العامه للاعب المصري او الثقافه العامه للناشئ. يبقى طالع عنده ثقافه عامه ازاي يتعامل مع ان هو بقى لعيب ستار، ازاي يتعامل مع الاعلام، مع الجمهور، مع الناس اللي حواليه. فدي ثقافه حتى في الاحتراف مفتقدينها هنا في مصر. حتى في الاحتراف ما عندناش لاعب. طب ما ليه اللاعب اللي بيحترف بيرجع على طول؟ ما هي بسبب ان هو يعني كانه ما تعودش على الحته او ما اتعلمش ازاي ان هو يتعامل
بره. انا ضد ان الموضوع يكون بسبب العوامل يعني، او في ناس بتقول ان عوامل الجو برد وحر ومش عارف ايه. انا شخصيا مش دي. لا، ما في ناس بتحترف في اجواء كويسه يعني وبترجع برضه تاني. مش دي. احنا عندك بتوع افريقيا متعودين على جو. لا، هو يعني الكلام بيتقال لك العاطفه، بس احنا المصريين عاطفيين، ما بنقدرش نبعد عن اهلنا كتير، اصحابنا مش عارف ايه. فلا، وكمان الالتزام. يعني ما شاء الله محمد صلاح مكمل عشان راجل ملتزم. ما انا لسه كنت اتكلم عن محمد صلاح وانني بما انهم من الناشئين. يعني هم بيتدربوا في النادي، هم ملتزمين. يعني محمد صلاح، انا نسيت اقول لك، يعني عشان تطور لعيب الكوره عشان يبقى كويس، انت طبعا بتمرن 25 لعيب، مش كل لعيب زي بعض. يبقى في لازم حاجه اسمها تخصص. اجيب اللعيب ده انا اشوفه اجيبه الصبح بدري، ده ناقصك ايه؟ ما بيعرفش يلعب رجله الشمال، ما بيعرفش يعمل، ما بيعرفش يصوب، ما بيعرفش، لازم انا انمي له الحته اللي ناقصه فيه. لكن ده مش يعني، احنا بنتكلم على فكره ان ازاي بره برضو ما بيكملش. هو هيطلع مثلا اوريدي هيتعلم كل ده، لكن بتحس برضه هو ما بينجحش، بيرجع. انت زي ما النقطه اللي قلتها بتاعت العاطفه، انا افتكر في الكابتن 3 رجعوا في وقت واحد، كان الكابتن سمير كمونه وياسر رضوان ومحمد عمار. ال3 رجعوا. يمكن كنت بسمع قريب الكابتن هاني رمزي اتكلم، قال لك انا كنت جايب لهم عرض تاني، يعني هم كانوا معاهم في هانز روستوك الالماني وعايزين نرجع، وهو جاب لهم عرض معاه في نفس الفريق اللي هو كان بيلعب فيه في الفتره دي، وقال لهم نبقى مع بعض. وقال لك لا، احنا بنرتبط بظروف اسريه معينه فمش هنقدر نكمل، وراحوا راجعين. في نقطه العاطفه. وفي نقطه ثانيه اتكلم فيها الكابتن نادر السيد، قال لك ان ايه، اللاعب المصري متعود على الدلع من المدرب بتاعه، ودي فعلا من ضمن الاسباب اللي بتفشل. والجمهور اللي بينتقده. لا، احنا عندنا الناشئين بتطلع حاجه من الاثنين، يعني لو الجمهور سقف لك هتحبه، لو انتقدك هتشتمه على طول. عندنا في مثل بسيط كنت بتكلم عندنا هنا في الحلقه عن باسم مرسي، برضو بمجرد ما طلع بيتعامل مع الجمهور بعلاقه كده مش علاقه لا تصلح ما بين لاعب كوره او نجم فريق نادي الزمالك وهداف فريق نادي الزمالك، ان هو يتعامل مع الجمهور المنظر ده، تطلع لسانك تمسك لهم مش عارف ايه تيشيرت ايه. دي مش يعني ثقافه احنا مفتقدينها. ما شوفهاش في الدوريات الاوروبيه الكلام ده، ولا هتشوف الكلام ده. دي حاجه مش معقوله. يعني ان انت تطلع تغيظ جمهور ايا كان، حتى لو كان منافس، ما تطلعش تطلع له لسانك. بتشوف ماتش ريال مدريد في الكامب نو او في النبي، ما فيش ميسي يقدر يشاور للجمهور ولا كريستيانو يقدر يشاور للجمهور، لا يعني امور عاديه جدا. يعني وكمان الموضوع على حاجات غريبه، يعني على رقم تيشيرت 22. ايوه بالظبط. مش دي اللي احنا متعودين عليه. ليه ما بنعملش للناشئين مثلا عندنا مميزين حتى لو عنده 9 سنين 8 سنين زي ما بنشوف بره بيتعمل له عقد؟ احنا عندنا هنا لعيب بيبدا يلعب غير لحد ما يبقى، لا ده كمان بيكمل 18 سنه. احنا بنشوف من بره لعيب عنده 9 سنين وبيمضي عقد لمده مش عارف 10 سنين 15 سنه ايا كان. بص، يعني احنا ممكن حسيناها السنه اللي فاتت شويه. كان نسين رئيس النادي كان يقول لك انا ماليش دعوه بالبراعم. هو انا عايش لهم 10 سنين عشان اشوف اللعيب البراعم ده هيطلع كويس ولا مش كويس؟ شوف الدماغ واصله لايه. ده كان يعني رئيس النادي. ممكن دي تكون نرجع دي ان هي تكون بسبب ان هو اصلا ممكن يكون مرجع بالكره. ممكن هو بص، لو انا قاعد سنه سنتين ثلاثه اللي في الوش اللي مين اللي 18 سنه 19 سنه اللي هطلع فيهم درجه اولى، يتقال ان في عهد الرئيس الفلاني طلع 3 4 لعيبه درجه اولى. انما مع انت طب القاعده هتجيب منين قاعده؟ انت لو لغيت البراعم دي هتجيب منين؟ ما هتضطر تشتري من بره. طب ما تهتم باللي عندك. ما انا بقول لك احنا ما بنشوفهمش عقود، يعني احنا بنشوف بره مش برشلونه. بقول لك ما كانش عايز يصرف عليهم، مش عايز يصرف كمان، مش عايز يصرف عليهم، مش فكره موجودين. لا مش عايز يصرف خالص، لا مش موجودين. انا هصرف على ولد 10 سنين وبعد كده ممكن يمشي يروح نادي تاني او ممكن يبطل. طب ما انت بتعمل له عقد، انت مش لازم تصرف. انت لو شايف ان اللاعب ده هيكون مميز وانت ليك نظره ان هو يعني فيما بعد هيكون لعيب كويس، اعمل له عقد. لا اقول لك لا، انا مش ضامن زي ما انت قلت في اول الحلقه ان في لعيبه كانت مميزه قوي وما كملتش. طب ما كملتش بسبب ان هي ما اهتمتش بيها الاهتمام الكامل، او انت اما تكون حرقتهم. الحرق بقى، انت في نقطه الحرق ده اتحرقت ليه؟ عشان تبقى عارف. بس في بره ما فيش مسابقه تتعمل اقل 14 سنه. احنا هنا بنعمل مسابقه من 9 سنين غصب عن المدرب واللعيب، بتحطه تحت ضغط عصبي جامد جدا. ده هنا اللعيب بيتحرق.
لان المدرب غصب عنه عايز نتيجه، واللعيبه بتتصعد. واللعيبه بتتصعد، وغير اللعيب انت بتحطه تحت ضغط عصبي اللي هو لازم تكسب، ولو ما يخسر لازم تكسب وتزعق له فاللعيب هنا فعلا بيتحرق. طب انا عايز اقول لك بقى مفاجاه، ان بره يمكن انا قلتها في الحلقه اللي قبل اللي فاتت، ان بره ما بينافسوش الناشئين على بطولات. 14 سنه ما بينافسوش. لا مهرجانات. بيلعبوا كده بطولات، ان انت بتخلي اللعيب يطلع مهاراته بالظبط ويستمتع وبيلعب وكل حاجه. هنا من 9 سنين بتحط الوقت تحت ضغط، وتلاقي مدربين بيتنافسوا. يعني ده وداني سؤال انا اصلا كنت محضره لك، اللي هو انت مع ان الناشئين ياخدوا بطولات ولا لا، او انت تنافس بيهم على بطولات ولا لا، الناشئين الصغيرين مش 17 بالنسبه للبراءه من 9 سنين 10 سنين لحد 11 سنه 12 سنه لا. احنا عندنا هنا بينافسوا، وتلاقي مدربين بيتخانقوا على الخط. بالظبط. ما هو ده اللي بيحرق، ان احنا بنحرق اللعيبه. شفتها في دوره قريبه، دوره الصيد. انت شفتها، احنا عايشينها. انت عايشها. احنا عايشينها. عشان انا بقول لك شفتها عشان وانت كمدرب غصب عنك. ليه؟ انت كمدرب انت عايز تثبت كفاءتك، وانت على الاقل خالص تفضل موجود. بالظبط، ان ده اكل عيشك، فانت عايز لو مفيش نتيجه كويسه هتمشي. ما احنا لازم نغير ثقافه ان ده بدل ما يكون اكل عيش، ان انا اعمل مع ان اكل عيش عندنا رئيس القطاع كابتن حمدي الموح بنجتمع بينا في اول السنه، يقول لي احنا هدف القطاع مش بطوله. هدف القطاع لعيب يطلع درجه اولى، ازاي نطلع لعيب درجه اولى. فاهم؟ حتى في البراءة قال لك خليهم يستمتعوا يلعبوا، يعني كلام كويس، بس انت برضه كمدرب تثبت ذاتك بالبطوله اللي انت بتاخدها او بالمنافسه اللي انت بتنافسها. ما هو انت لو يبقى غصب عنك، يبقى غصب عنك انا هنافس. ما انت برضه دي ترجع للاداره. انا لو هحاسب المدرب يبقى انا هضطر ان انا انافس، انما انا لو مطلوب مني اصعد لعيبه الوضع هيختلف مليون في المية. طب برضه هنروح لنقطه متعلقه بالفكر العام مع التعامل مع الناشئين في التوقيتات اللي بيلعب فيها الناشئين في مصر. انت شايفها مناسبه ولا انت شايف؟ لا طبعا مش مناسبه خالص. احنا ليه نبدا في 11؟ ليه نبدا موسم في 11؟ 11 ده نص المدارس ومش عارف. طب ما نبدا من بدري شويه، عندك من اول 9 تقدر تاخد راحتك، بدل ما تضغط ماتشين في الاسبوع تلعب ماتش في الاسبوع. لكن هم بيروحوا ضاغطينك كده، بيروحوا ضاغطينك امتحانات وامتحانات، وبعد كده عايزين يخلصوا الدوري على طول، مش عارف في 2 في 3 فعايزين يخلصوا. حتى برضو عايز اقول لك التوقيت بتاع لعب المباراه نفسه بحس ان هو انت شايفه يعني برضو توقيت كويس. لما انتوا بتلعبوا الساعه كام عندكم في الدوري بتاعكم؟ الساعه 2. الساعه 2 بالنسبه للشتاء بيبقى مناسب يعني شويه، لكن انا لما بتخش في الصيف بتبقى صعبه جدا. الساعه 2 بلعب، وبالذات ان ابتدت اغلبيه الملاعب هنا في مصر بقت ترتين، فبتبقى صعب. يعني عايز اقول لك كمان انت بنسبه 80 90% لو كان الدوري كمل او دوريات لما بتكمل انت بتلعب في رمضان وبتلعب برضه وانت صايم، فالتوقيتات في حد ذاتها فيها مشكله كبيره جدا. انا سمعت ان كمان ان في احتمال الدوري الممتاز المنتشر في رمضان هتعمل بالنهار. لسه هقول لك، ده هو خبر عندي ان هو اللي اعلنوها امبارح ان مباريات الدوري الممتاز هتلاقي في الصبح. يعني انت عارف السبب ولا مش عارف السبب؟ هما يعني برضه في شقين اجابتين على السؤال. الشق الاولاني بيقول لك ان بسبب ان في ملاعب ما فيهاش اداره. السبب الثاني شركه برزنتيشن او الشركه الراعيه للدوري الممتاز عايزه ان يكون في نسبه متابعه كبيره، وبالليل بيكون في مسلسلات. عندك تعقيب؟ لا شكرا. نو كومنت. نطلع فاصل صغير، وقبل ما نطلع فاصل يا ريت تكلمونا على 2 401 75 70، ولو حد عنده سؤال للكابتن محمود صادق يقوله له. وجاوبنا على سؤال حلقتنا النهارده، هل تتوقع استمرار جريدو مع القلعه الحمراء ولا لا؟ فاصل ونرجع تاني.
عايشينها كورة مع الكابتن محمد إبراهيم. اهلا وسهلا بيكم مره تانية، وشرفنا في الاستوديو الكابتن محمود صادق مدرب في فريق 16 سنه نادي مقاولين العرب، وكنا بنتكلم عن الناشئين وكيفيه اعداد الناشئين استكمالا لما بدأناه في الحلقه السابقه. واحنا مكملين لحد ما نوصل رسالتنا للناس ان احنا محتاجين نشوف ناشئين على مستوى عالي، ونقدر نوصل لهم نبض الشارع، الفجوه اللي موجوده ما بين اللي بيتم تصعيده او اللي بيتم نشوفه وما بين اللي احنا نفسنا نشوفه. عندنا مشكله كبيره جدا جدا موجوده، هي مشكله دوليه مش مشكله مصر بس، هي مشكله التسنين في الناشئين. دي مشكله بتقابل العالم كله، خاصه هي يعني اتولدت في افريقيا ولكن موجودة عندنا هنا وبنشوفها خاصة في الأندية اللي موجودة في الصعيد في الأرياف أو في المحافظات. لا الأندية كلها دلوقتي كلها؟ طب أنا عايز أسأل على حاجة، ليه ما بيتمش إجراء؟ أو المراقبين شافوا إن اللعيب دوت سنه مش قانوني بالنظر مش بالكارنيه، لأن كله الحمد لله بيعمل ورق كويس أوي الحمد لله دلوقتي بيظبطوا الحمد لله كله بيعمل ورق بالنظر. أقدر أطلعه ما يلعبش بس ما بيحصلش. ما بيحصل؟ لا ما بيحصلش. ليه بقى؟ خوف من الأندية. الأندية أقوى شوية بيعملوا حسابات يعني في النادي؟ ما بيحصلش. كان موجود في أندية كبيرة. طبعا يعني سي السنة اللي فاتت إن لاعب في نادي كبير كان بيلعب مواليد 2003 وهو مواليد 95. يا نهار أبيض، ده فرق شاسع. انا اعرف التسنين سنتين 3، لكن انت بتتكلم في 8 سنين فرق، دي صعبه. المنطقه ما قدرتش تاخد موقف وتاخد البطوله من النادي ده، والنادي ده خد البطوله ما سحبتش منه البطوله. طب هو يعني اتعرف ان هو اتعرف تزوير والسجن غالبا. انا عرفت اللي هو السجن هو والده عشان موضوع التزوير ده. طب ما سحبوش البطوله ليه طالما تم ادانه لا مش هو شارك في الانديه اقوى. الانديه اقوى بملاعبها بس كتير بملاعبها وبفلوسها عادي. طب يعني انت مفيش حل مثلا تاني ان احنا نقننها ازاي بقى؟ يعني مثلا يبقى في شرط مثلا واحد في الملعب وواحد بره، يعني يبقى واحد بس في الملعب، مع ان واحد بيفرق جدا. يعني واحد بيفرق جدا. انا كنت ماسك السنه اللي فاتت مواليد 2003. انا عندي جون مش اوكي، عندي جون مساند بس مش هيفرق زي اللعيب اللي كان في الملعب. عارف اللعيب بيفرق عن غير لما يكون كبير ولعيب كويس كمان. كنت بلعب لوحدي. انا كنت عايز اقول لك اصلا نادي المقاولين من ضمن الانديه اللي عارف بيبقى عليها العين، دايما بتلاقي لعيبه ناشئين نادي المقاولين في اي مسابقه بيبقى ما شاء الله طبعا اجسامهم معروفه. انت رايح تلاعب نادي المقاولين انت هتقابل اجسام قويه. دي حتى لما كنا في الناشئين دي معروفه، اللعيب اللي بيبقى جسمه قليل بتحس ان هو المدرب بيبعد عنه شويه ماتش المقاولين بالذات. انا عايز اقول لك ان السنه دي مفيش الكلام ده عندنا خالص. ما عندكوش انتوا الكلام ده؟ بس انا سمعت ان فرقتك فيها لعيبه اجسامها ما شاء الله يعني. ده طبيعي جدا بالنسبه للاجسام اللي بنلعبها برضه. بص هو 16 17 19 20 يعتبر خلاص درجه اولى، يعني مش حتى لو في تسنين او حتى في اي حاجه ما بيبقاش فرق كبير، غير ما يكون في البراعم او في المراحل السنيه الصغيره 13 14 بيفرق طبعا. تخيل لما يكون واحد عنده 18 سنه وبيلعب مع 13 سنه بيبقى عامل ازاي. بس مفيش بيئة المواهب على فكرة كبير، بياخد مكان لعيب كويس جدا مكانه. انت بتضطر ان انت تمشي لعيب كويس عشان جسمه، وهو دوت يكمل عشان انت تديله. بس مع ان ده ما بيكملش. لسه بقول لك على لساني ده عمره قصير جدا في الملعب. لا ما بيكملش، بيتحرق بدري على طول، وهو بيبقى اصلا خلاص يعني عارف ان انت يعني كده عدى المرحله معينه وما نشوفش الكلام ده. اللعيبه اللي بالمنظر احنا بنوصل ل 16 سنه 17 سنه والقوه والسرعه بتتساوى بالظبط. يعني لو فرق يبقى فرق بسيط جدا. فانت الميزه اللي انت كانت عندك وانت صغير ما بقتش موجوده. انت كنت بتفرق بسرعتك، بتفرق بالشوطه بتاعتك، بتفرق بجسمك. حتى الاجسام بتساوي خلاص. فخلاص انت بتتكشف خلاص. ما هي برضو دي مشكله ونفسنا نلاقي لها حل. عشان انا اقول لك على حاجه، في منتخب للكابتن محمد عمر بعد ما جهز منتخبه وخلاص وراح سافر كاس افريقيا، عملوا اختبار
التسنين ده بتاع الاسوره 11 لعيب رجع منه، ما صعدناش كاس العالم عشان اللعيبه كانت مسننه، ولما عملوا الاختبار بتاع الاسوره دوت 11 لعيب طلعوا بره. 11 لعيب. هيلعب بمين بعد كده بعد ما كان مجهز فرقته ان دي فرقته؟ خلاص، ما انت هلعب ب 18 لعيب رجع 11 هلعب دوري خماسي هناك. لا خد يعني خد ناس تانية بس ما كانوش معاه من الاول، ما تمش اعدادهم. طبيعي جدا هو يرجع، ده هو كتر خيره ان هو لاعب. طب احنا ازاي يعني نطور فكره اعداد الناشئين في مصر؟ يعني التطوير ده ازاي نقدر ان احنا نطوره؟ زي ما بقول لك لازم نعمل فايل لكل لاعب من 9 سنين. تمام. السن، الطول، الوزن، هل بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد يبقى ماشي بمعدل كويس، بيقل يبقى هنا في خلل. الخلل جاي منين؟ نقدر نعالجه. تمام. الفايل ده حتى لما تيجي مدرب على مدرب بيبقى سهل ان انت تتعامل مع اللعيب ده دلوقتي، غير اما انا عايز اتعرف لسه على اللعيب من اول وجديد واشوف اللعيب ده عنده قصور في ايه وسلبياته ايه وايجابياته ايه، ببدا معاه من جديد. انما في فايل بفتح الفايل اللعيب الفلاني ده ناقصه حته الفلانيه فانا اقدر ازودها له. تمام. يعني لازم يكون في فايل لكل لعيب وابدا اشتغل عليه بقى. وابتدي اشتغل عليه في كل النادي حتى لو اتنقل من نادي لنادي. الولد ما بيطولش. طب وقف لحد كده، طب ايه السبب؟ هل عامل وراثه؟ طب في حاجه طب تقدر تعملها له؟ الولد ما بيتخنش، الولد عنده انيميا. الكشف الطبي ده ضروري جدا قبل بدايه التدريب. لا تعمل كشف طبي على اللعيبه كلها. ما بيتمش الموضوع ده بشكل كبير. عندنا لا عندنا في المقاولين بيعمل. ما احنا اتفقنا عشان بالظبط الانديه الكبيره كتير تاني بس انت برضه خلي بالك. يعني انت نادي المقاولين طبعا نادي من الانديه العريقه او من اكتر. انا يعني هنقول مقاولين وناشئين، لا هنتكلم على النادي المقاولين بيطلع ناشئين، دي حاجه مفروغ منها. عبد الستار صبري، سمير كمونه، النني، محمد صلاح، على كل المراحل او على كل الاجيال. هتلاقي لعيبه كويسه قوي. النادي الاهلي موجود، بس ميزه النادي الاهلي بصراحه بيتم اعداد ناشئين لخدمه الانديه الاخرى. بتلاقي لعيبه ناشئين النادي الاهلي على الدوري الممتاز كله بيتوزعوا على انديه الدوري الممتاز كله، في يعني من اتحاد ومقاولين برضو بيستفادوا، وكل الموضوع بيكون يعني متساوي. كان ليك صوره كده مع منول جوزيه انا خدت بالي منها كده، ايه حكايه الصوره دي؟ دي شركه كوكولا. شركه كوكولا كانت بتعمل دوري كوكا بتعمل دوري اختيار العناصر المميزه وتسويقها للانديه عن طريق بيعملوا تجمعات في مراكز الشباب والانديه الصغيره، وانتقوا احسن عناصر وجابوهم في المكان اللي احنا كنا فيه ده. كان ملعب الفرعيه لاستاد الدفاع الجوي، وكان مستضيفين كان رئيس قطاع الناشئين لنادي الزمالك ساعتها كنت دكتور محمود سعد. كان نيابه عن نادي المقاولين كنت انا وكابتن نبيل عمار. كان النادي الاهلي كان باعت دكتور عبد النبي عاشور. النادي الاسماعيلي كان بعد كابتن عادل ابو جريشه. الانديه الصفوه الانديه الصفوه حد منهم فعلا بتختار، وده يعتبر تسويق للعيب للشركه كمان عن طريق الشركه يعني. فانت كان النادي الاهلي باعت مانويل جوزيه ولا هو كان مانويل جوزيه؟ لا مانويل جوزيه كانت الشركه هي اللي بعتها. كان راعي كان راعي. ما اتكلمتش معاه في اي حاجه كده ولا؟ لا كنا جايين كاختيار للاعبين. طيب في ظاهره او مش ظاهره، يعني احنا اكتشفنا او شفنا في الفترات الاخيره وجود محكمات في الدوري. قبلك الموضوع ده ولا ما قبلكش لسه؟ قابلني. قبلك؟ ايه رايك فيه؟ قابلني في دوري البراعم محكمات. طب ايه رايك يعني يعني ايه شايف ايه يعني؟ بيأدوا كويس ولا الموضوع مش محتاج؟ اتكلم براحتك. انا في ناس مش خلاص يعني ان وقفت ان مفيش حكام رجاله، انا هنجيب حكام سيدات هم يعني انا عندي هنا قالت لي ان في، مش هقول اسامي، في ضيوف قالت لك لا احنا نفس اللي انت بتقوله، احنا مش من قلتهم. وفي واحد قال لي لا انا مش عايز اشوف واحده دي شغله راجل. وفي حد تاني قال لي لا انا اهم حاجه عندي الكفاءه، لا يحكم لي واحده اهم حاجه عندي الكفاءه. اللي كمان عندك مشكله كبيره في انا كانت حكم ساعتها، كانت حكم ملعب. فهي حاسه لما المدرب يجي يتكلم معاها هيعيش في الدور عليها، فهي عايزه تعيش عليه هي.
هي بتحاول تحط شخصيه الحكم. بالظبط. وانا مش هستحملك اصلا، انا مش هستحملك كست تيجي ترد عليا مثلا. هو حكم وكل على عيني وعلى راسي، بس ما ينفعش يعني. خد بالك ان في منهم وصلوا يعني محكمات دوليات. ليه الكره النسائيه ما يتمش الكره النسائيه؟ المشكله الكره النسائيه. ما هو كان عندنا هنا ضيف قال لك احنا مش عايزين نجامل الاتحاد الدولي، ان دي مجامله، او هو اعتبرها ان دي مجامله. لازم يبقى في حكمات يعني في ان انت دخل المحكمات حاجه ثانيه بقى. لا حاجه ثانيه ماشي يعني. بس يعني من الاخر انت مش معانا، ما ينفعش. لا مش معانا. لا بس ده اللي يهمنا. بس انا بس حبيت الفت انتباهك ان احنا لقينا في محاكمات دوليات وبيطلعوا يحكموا ماتشات بره ويطلعوا يحكموا. يعني انا كنت فاكر ان الموضوع نطاق ضيق، الاتحاد الدولي ولا حاجه بتنص على كده اكيد يعني. بس انت برضو رغم كل دوت مش مقتنع بالنقطه دي. طيب نروح كده بقى على الفان بيج بتاعتنا. وفي سيد صبحي بعت لك بيقول لك كابتن محمود صادق المدرب الخلوق اللي انا بحبه جدا، وهو مدرب فريق الان من احسن المدربين اللي قابلتهم في حياتي، عنده اللعيبه زي اخواته. ودانا نقطه مهمه قوي. ده معاك في الفريق سعيد. ده سيد صبحي الفيرود بتاعنا، وانا ببارك له ان هو صعد للفريق 95. كويس جدا، ربنا يكرمه كده ويوفقه ان شاء الله، يلعب معاهم الماتش الجاي باذن الله. مبروك يا سيد، ونشوفك كده هداف نادي المقاولين. هو هشام يحيى الفريق الاول. هشام يحيى برضه فيرود ولا؟ لا هشام يحيى مساك. فانا اتمنى لهم كل خير ان شاء الله. اللعيبه كلها زي ما اقول لك كده، انت عشان تاخد من اللعيب كل حاجه لازم تقرب له. ما هي دي لسه اقول لك قدامنا نقطه مهمه، ان انت تعامل اللعيبه ازاي. يعني انت من شخصياتك او من شخصيتك ان انت بتنزل تعامل اللعيب ان هو زي اخوك بتصاحبه بالنسبه لي دي كده. فدي حاجه شايفين ان هم مبسوطين منها جدا. وفي ولاء صبري طبعا احسن مدرب قابلنا على مستوى الكوره. ده من اشكرها. مامة كانت ولد عندي في البراعم برضه. كان بيتمرن برضه ميزه ان انت في علاقه ما بينك وما بين اولياء الامور. انا شايفها علاقه ضروريه حتميه ما بين المدرب ونور ابنها من لعيبه كويسين جدا. دلوقتي بيلعب في الجيش، طلع الجيش، ومن الناس المميزين في طلع الجيش. طب كويس. احنا نتمنى نشوف. وانا بقول لك بحب جدا اشوف العلاقه ما بين المدرب وما بين ولي الامر كمان، خاصه تكون متواصله، ما تحسش ان في فجوه بيعاقبوه ابعد عن النادي، لا ما تروحش، لا روح. لا مش الكلام ده دلوقتي خلاص. بس اختلف. خلاص. كان زمان يقولوا لنا دراسه ودراسه. دلوقتي خلاص روح العب كوره مالكش دعوه بالدراسه، مش مهم تذاكر. دخلتنا في حته خطيره. في كارثه اسمها الاكاديميات اللي بتحصل. ايوه كلمني بقى على الاكاديميات دي كارثه. بنشوفها في كل حته. كارثه للكره المصريه. لأندية كبيره وانديه ليها شعبيتها اوروبيه، وفي الاخر بيتضح. لا بص انا بالنسبه لمصر، انا انتمي دلوقتي لاكاديميه ليفربول. تمام. دي اكاديميه ليفربول في تعاقد مع ليفربول نفسه، نادي ليفربول يعني بيتم التعاقد مع النادي نفسه. نظير مبلغ معين كده. دي الناس يعني انا اعرف ان دي من الاكاديميات اللي ماشيه صح في مصر، هي واتلتيكو مدريد وبرشلونه. اقول لك عشان نكون واضحين جدا ويكون في شفافيه مع الناس، قول لي اسامي الاكاديميات الخاصه اللي بيتم التعاقد مع النادي الاجنبي مباشره، ما يكونش واخدين اسم زي تشيلسي زي ريال مدريد فالنسيا. انا لسه امبارح كنت شايف بمناسبه الكلام ده مانشستر. لا كانت ريال مدريد، اكاديميات لريال مدريد، وطلعت وهم، وطلع ما فيش اي حاجه عن الكلام ده. فانت قول لنا بقى اسامي الاكاديميات. لا انا اللي اعرفه ان اكاديميه برشلونه. دكتور عطيه السيد. تمام. اكاديميه اتلتيكو مدريد. واكاديميه اتلتيكو مدريد. وليفربول. دول الثلاث اكاديميات اللي في مصر هنا متعاقدين فعلا مع الانديه دي. نقولهم تاني، الاكاديميات هم اكاديميه برشلونه واكاديميه اتلتيكو مدريد واكاديميه ليفربول. دول الثلاث اكاديميات اللي بيتم التعاقد مع النادي الاجنبي مباشره، مش واخدين اسم زي باقي الانديه. برضو استأذنك نروح على الفان بيج بتاعتنا. طبعا انا بعتذر للساده المستمعين على عدم وجود اتصال تليفوني، عندنا عطل بسيط وان شاء الله هيتم حله في اقرب فرصه، وبعتذر مره تانية. بمناسبه السؤال بتاع هل تتوقع استمرار جريدو مع النادي الاهلي، عندنا اسماء سمكه بتقول رغم ان الاهلي عودنا انه بيدي اكتر من فرصه لاي مدرب او لاعب، بس انا حاسه انه مش هيستمر. اسماء سمكه. احمد درويش بيقول اكيد لا. ادم محمود لا. الاء عمرو لا. صلاح التركي اكيد، يعني ده اكيد بقى.
ولا اكيد لا؟ ما وضح لنا يا صلاح، اكيد لا ولا اكيد اه؟ بس في الغالب لحد دلوقتي كله لا. وسيد سعيد هيبه كاتب لا ومطول قوي في اللا، ده مصدق يعني. محمود ابراهيم ده بيقول لك ده منظر واحد يستمر، طبعا هياخد استماره 6. وفي محمد ريشه بيقول لا. واضح ان في اجماع ان جماهير النادي الاهلي مش مقتنعه بجريده او مش عايزه جريده النادي الاهلي انه يستمر. انت بص، توقعي الشخصي انا هنشوف الموضوع ده هيفرق بنسبه 90% بعد مباراه المغرب. ماتش المغرب فعلا، لان كده ما اعتقدش ان هيبقى حاسم ماتش المغرب بالنسبه لجريده. صح كده ولا متفق معايا في النقطه دي؟ والكابتن فتحي مبروك بقى يسخ. كابتن فتحي مبروك هو الراجل بتاع الازمات بتاع النادي الاهلي، هو اللي بيدير دايما. وعايز اقول لك جريده قتل الناشئين اللي كانوا طالعين رمضان صبحي وبامبو والناس دي ما لقيناهمش بشكل كافي زي ما كنا شايفينهم او زي ما كنا حاطين املنا عليهم. اخر كلام، انت مش هتشوف جريده في الاخر ولا تستناه ولا ايه؟ لا انا عن نفسي مش عايزه. انت اهلاوي ولا ايه تاني؟ انا اهلاوي صح. لعبت في نادي المقاولين الناشئين والجونه قبل ما يصعد الدوري الممتاز. وجولدي ونادي جولدي اللي هو بس لسه موجود. نادي جولدي بقى دريم دلوقتي صح ولا لسه؟ لا عادي موجود بس ناشئين، بس مش درجه اولى. ما بقاش يلعب درجه اولى. شاركت انت سمعت مع المنتخب الاولمبي؟ منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي. كنت هداف انت في الدوري الممتاز بيه على طول ما شاء الله. بتركز مع المهاجمين في التمرين؟ باخدهم فتره طويله الصبح يتمرنوا معايا. كابتن محمود صادق نجم نادي المقاولين، يعني كما كنت نجم في الناشئين نتمنى استمرار نجاحاتك مع فريق الناشئين في التدريب، ونشوف نادي المقاولين بيحقق بطولات اكتر زي ما كان معودنا وبيستمر. نورتنا وشرفتنا، والوقت معاك جري بسرعه جدا، وكنت منورنا في الاستوديو راديو عيش حياتك، ونشكرك جدا. شكرا. انت كنت منورنا وبنتمنى لك كل التوفيق. شكرا للمستمعين. شكرا ليكم. وقبل ما انهي احب اشكر طبعا فريق الاعداد الخاص ببرنامج عيشها كوره، ومصطفى احمد هندسه صوت، ومحمد بيسو في الاخراج. ان شاء الله كل يوم 4 من 8 ل 9 من كل اسبوع استنونا مع محمد ابراهيم في عيشها كوره.